في ليلة من ليالي صارت لي سالفة غريبة ما كنت أتوقع أنها تصير لي. كنت ساكنة لحالي في شقة جديدة رقمها 204. أول أسبوع كان طبيعي، بس بعدين بدأت ألاحظ شيء. كنت أسمع صوت طفل يضحك كل يوم تقريباً، خصوصاً بالليل. سألت الجيران، كلهم عزاب، ما في أطفال بالعمارة كلها. حاولت أتجاهل لين جاء يوم الساعة تقريباً 2 الفجر. كنت بغمض عيوني وفجأة سمعت طرق خفيف على الباب. قربت أسمع صوت طفل صغير يقول: ماما افتحي لي الباب، الدنيا ظلام. ترددت، بس حسيت رجولي توديني للباب غصب. فتحت، ما لقيت أحد. ثاني يوم نزلت للحارس وسألته عن الشقة. قال لي هذه الشقة ما سكنها أحد من بعد ما انحرق فيها طفل قبل 4 سنين. ووقتها بس فهمت إن في أماكن ما تكون فاضية فعلاً حتى لو ما فيها أحد. ومن يومها وأنا ما أقدر أنسى صوت الطفل ولا أنام إلا والباب مقفول مرتين. وإذا تبغون تعرفوا قصص أكثر زي هذه اشتركوا بالقناة وخذوا حذركم، الليل طويل.